بعد فترة صار يقول لضباطه انتم ما بتعرفوا تخفوا، انا بفرجيكم. طلع بالطيارة بنفسه وارتكب عدة مجازر. عدو الغوطتين اللي كان يطلع بالطيارة بنفسه ويقصف ويرتكب مجازر بدير العصافير وبدومة وبالغوطة الشرقية، اللواء المجرم ميزر صوان صار بقبضة العدالة. تمكنت قوات الأمن الداخلي بمدينة حرستا بريف دمشق من إلقاء القبض على اللواء المجرم ميزر صوان الملقب بعدو الغوطتين. هذا المجرم اللي ارتكب مجازر بعموم المناطق السورية، لا سيما بالغوطة الشرقية وبالغوطة الغربية. هذا المجرم اللي كان يخبر الضباط تبعه، كان هو قائد الفرقة 20، قائد الفرقة الجوية 20 بمطار ضمير العسكري. كان يعطي الأوامر بالقصف، اقصفوا هذا السوق، اقصفوا هاي المشفى، اقصفوا هاي المدينة. بعد فترة صار يقول لضباطه انتم ما بتعرفوا تقصفوا، انا بفرجيكم. طلع بالطيارة بنفسه وارتكب عدة مجازر بدير العصافير وبدومة وبالغوطة الشرقية. هذا المجرم اللي كان مفروض عليه عقوبات دولية أوروبية وبريطانية صار بقبضة العدالة. العدالة عم تتحقق، العدالة عم تتحقق، وفرحة كبيرة وقت منشوف مثل هدول المجرمين صاروا بإيدين العدالة. قد ما ارتفعت، إذا مفكر حالك طيار وبتطير بالجو، العدالة أكبر منك، العدالة فوقك، العدالة رح تتحقق. اجت اللحظة اللي تنسأل فيها عن كل صاروخ أطلقته، عن كل طفل قتلته، عن كل مدرسة وكل مستوصف وكل مشفى دمرته. العدالة اللي رح تتحقق واللي رح تنال من كل المجرمين قد ما كبروا ووين ما كانوا.